أحمد رؤوف 1-1. اتغيرت المباراة، أصبحت النتيجة 1-1 حتى هذه اللحظات، يمكن تقريبا في نفس توقيت الهدف اللي جابه الننبوكو. شوف رؤوف مرة تانية، رؤوف هيعمل ايه؟ صوب ممكن ضربة ركنية ولا ضربة جزاء؟ اديها ايه الحكم؟ اديتها ايه يا عم شريف يا رشوان؟ اداها ايه شريف رشوان؟ كله طبعا كل ده تحت مسمى الحماس، الانفعال ده تحت مسمى الحماس، لكن مديها ضربه حره غير مباشره، تسلل فعلا، مديها تسلل فعلا على مين ده؟ على احمد جمعه، لكن رؤوف كان رايح عايز ضربه جزاء. نشوف مره ثانيه الكره لو تبقى ابطا من كده، اهدى من كده، تبان اكتر من كده، لكن عموما كل ده الحماس هو اللي بيعمل الكلام ده كله. بره الملعب اسامه عزب، تبقى رمي التماس، هيعمل ايه؟ اتكلم مع امير شريف رشوان، مع الكابتن حمد ابراهيم المدرب العام في فريق نادي مصر المقاصة، وواحد من لاعبي الاسماعيلي والمصري السابق، وايضا نادي الشرقيه السابق، ونادي مزارع دينا من قبل الكلام ده كله كان في نادي مزارع دينا، لو تفتكروا نادي مزارع دينا واللي كان بمسمى نادي اتحاد عثمان، حذر اتفق بالتحذير كابتن شريف رشوان. الدقيقه 44 من الشوط الاول، احمد صلاح المساعد الاول، واعتقد هناك اعتراض قدام حضراتكم ان الكابتن شريف رشوان كان خلاص يا كابتن ابراهيم خلاص قراره ويرجع للخطأ الاول. نشوف الحاله بقى هنا، لمسه اليد، واحنا اللي يهمنا في الاعاده حاجه مهمه جدا يا كباتن، يعني ان احنا عايزين نوصل لحاجه مهمه، ان اللاعب النهارده انا وقفت هنا الايد، اللاعب زي ما انتم شايفين رايح يلعب الكوره برجله ورافع الكوره برجله، معناها رايح يلعب الكوره بايه يا كباتن؟ برجله. اذا النهارده ايده بالشكل ده، هو لقى الفرصه انه يلعب الكوره راحت منه، فالكوره ماشيه، فهو بيعمل ايده بالشكل ده مش عشان يلعب، هو بيمنع مرور الكوره، لان هو اصلا راح يلعب الكوره برجله، لان مش ما حدش يجي يقول الوضع التشريحي بتاع لما ارفع رجلي ان لازم ايدي تبقى كده، لا، هنا الايد مش في الوضع الطبيعي. فطبعا في حاجات مهمه لاحتساب لمسه اليد لازم الناس تعرفها، هي ان التعمد طبعا لعب الكره باليد، الى جانب شيء مهم جدا ان تكون الايد مش في الوضع الطبيعي والكره تيجي فيها معناها يعني كابتن ركله جزاء. طبعا دي ركله جزاء، دي كده ركله جزاء. هي انا عايزين نبص يا كابتن احمد، بص يا كابتن، عايزين نقول ايه؟ احنا مش عايزين نقول ان دي ركله جزاء، احنا لازم نقول دي لمسه يد. خلاص لو المهاجم عمل كده احسبها عليه لمسه يد، بقت مدافع داخل منطقه جزاء وبقت ركله جزاء. احنا لازم نتعامل مع الخطا حاد عن طريق الثنائي اكرم عبد ربه ومحمود كابونجا، انما اللي قدام يلعبوا تاني النادي المصري نقلتين ياخدوها من ناحيه احمد رؤوف، يلعبها جوه ال 18، انما تروح الكوره سهله تاني لمحمود السيد، وادي محمود عاشور حكم المباراه، حكمنا الدولي، هيدي انذار، هيبقى الكارت الاصفر الاول في مواجهه اليوم. هنشوف محمد اشرف هو اللي خد الانذار، فعلا محمد اشرف بداعي الوقوع كده بعد ما اشترك معاه هشام شحاته، وانذار لمحمد اشرف لاعب النادي المصري، يبقى كارت للاعيبه النادي الاتحاد النهارده 21 نقطه، في مركز جيد برضه في جدول المسابقه، يختلف تماما عن المواسم اللي فاتت. جوه ال 18 اكرم عبد ربه خطيره، محمود عاشور يدي ايه؟ ادى ركله جزاء، ركله جزاء على طارق خطاب في اللعبه اللي فاتت، ركله جزاء لنادي الاتحاد اللي بدا اول 10 دقائق ضاغط على لعيبه النادي المصري واجبرهم ان هم ينسحبوا لغايه الثلث الدفاعي الاخير، عملوا هجمتين في منتهى الخطوره مع بدايه الشوط، واستمر الضغط دلوقتي وبمهاره يوسف اوباما، وقف قدامه كده طارق خطاب وما ترددش محمود عاشور ان هو يدي قرار ليوسف اوباما، اللعيب اللي بيجتهد من الشوط الاول رغم عدم المسانده من لعيبه الوسط معاه، انما بدايه جيده ليوسف اوباما في الشوط الثاني، وقدر ياخد بمهاره فرديه، الراجل بص دخل في وسط المدافعين، ورغم ان في عدد
مقبول للاعيبه النادي المصري ان هم يقفلوا، انما ده بقى المهاره الفرديه والشجاعه اللي بنتكلم عليها على طول للفراوده اصحاب القدرات والعبقريه الخاصه. ضربه جزاء بيتكلم رمزي صالح مع اسامه عزب كأن بيقول له كده العدله بتاعت اللاعب اللي هيسدد. وهنشوف يوسف اوباما هداف زعيم الصغر لغايه دلوقتي ب4 اهداف اللي قلت لحضراتكم كلها في اوقات حاسمه واوقات صعبه، منهم 3 اجوال بعد الدقيقه 90. اظبط ساعتك كده على نهايه المباراه هتلاقي الراجل يوسف اوباما، انما النهارده جالنا بدري شويه قدم ميعاده اهوت وجاي في الدقيقه 57. هنشوف هيقدر يعدل يوسف اوباما مع رمزي صالح حارس مرمى النادي المصري. 1-0 المصري. الاتحاد جول جول جول. يوسف اوباما يعدل النتيجه مع الدقيقه 57، تعادل للاتحاد السكندري بعد ما كان متقدم المصري ب10 لعيبه مع نهايه الشوط الاول. يبقى 1-1. كان اخر لاعب سجل لنادي الاتحاد فين؟ في موسم 2010-2011 امام النادي البورسعيدي، كان محمد المرسي هدفين ويوسف عبد الرحيم في اخر انتصار ليهم في ال8 مواسم الاخيره كان 3-1. وكان المصري فاز 4 مرات وتعادلوا 6 مرات في 10 مواجهات من ال8 مواسم اللي بيتكلم عليهم. غزالي 3 لعيبه موجودين في البودلة الحقيقه في وضعيه الحمايه والتسخين مع حسن مصطفى. تاني محمد رفاعي لعبها اماميه. احمد ايمن منصور جوه المنطقه فيهاش حاجه، عايز ضربه جزاء ما فيهاش اي حاجه خالص. ده كلام كابتن هشام عبد الحميد. اوسو كونان خلي بالك من المرتدات، هو بدا الشغل الصريح كده، بدا كابتن طارق يلعب ده شغل صريح. وبقول لحضراتكم وده من حقه، من حقه ان هو يلعب بالفكر الفني اللي هو عايزه، بالفكر الفني الذي يراه مناسبا لفرقته او يديله افضليه تفوق فرقته. هو عايز ضربه جزاء. شوف مره ثانيه الكوره الحقيقه يعني هو التداخل محمود حمدي مع ايمن منصور كان بره ونزل سيد حسن اللي مدينا ظهره، تتلعب جوه ال18 نقلتين سيد عبد العال، انما يطلع لضربه ركنيه حرس الحدود. اقتحم كويس قوي سيد عبد العال اللي بيجي دلوقتي محرك من الجبهه اليمين للنادي المصري وبيروح بشكل جيد زي ما عمل اسامه العزب مرتين، وكان عاوز ياخد قرار في اللعبه اللي فاتت انما قريب طارق مجدي. ادي اللعبه اهي بتتعاد، عاوز اورادي كابوريا استلم ويفتح الملعب لسيد عبد العال اللي ممكن يعمل مشوار في مكانه في الجبهه اليمين، انما يسلمها لجمعه اللي معاه مجهوده البدني ممكن يكمل. ضغط عليه طارق ابو العز، يا ولد يا جمعه خطير خطير. هيدي ايه؟ ما اداش حاجه الحكم، هيدي له انذار، هيدي انذار لاحمد جمعه. حب ياخد ركله جزاء انما لو ركز يعمل عرضيه الرؤوف. ولسه هنقول جمعه الخطير الشرير هيعمل ايه. جمعه وقع على الارض وضيع لعبه مهمه جدا لفرقته، انما اللعبه هي من البدايه. وادي داخل معاه طارق ابو العز، رجله قريبه رجله قريبه، احنا شايفينها كده، ممكن يكون الحكم شايف حاجه تاني. ادي جمعه وادي طارق ابو العز في التحام، مش عارف، خايف اتكلم. اللعبه تاني اهي، نشوف تاني. وادي طارق ابو العز وركبه جمعه، والحكم شايف افضل مننا. طارق مجدي اللي ادى الانذار لاحمد جمعه بادعاء الوقوع في اللعبه الاخيره والهجمه اللي كان ممكن يخلص بشكل افضل من كده، انما ضربه حره. فاول في وسط الملعب في شوط تاني للاعيبه الحدود على حدود ال18، يلعبها سيد عبد العال في منتهى الخطوره لسه موجوده، انما اشتراك واشتباك جوه ال18 بفاول يد طارق مجدي على احمد كابوريا. دخل كويس كابوريا، وادي رؤوف بيتكلم مع زمايله هيتحركوا ازاي من قدام ال18، وكان مقرب كويس قوي احمد جمعه انما سقطوها في اتجاه كابوريا اللي كان مستني، واشترك معاه سيد جاد وخد منه الفاول. طلع اول مره علي الفيل، وجاي بقى احمد كابوريا من وسط ملعبه. ريكي ولا مع زيدان؟ لا ما يصحش، لا ما يصحش طبعا ما يصحش. هو في نجم بنجوميه زيدان اللي هي الكبيره دي، من احسن اساطير العالم، من اساطير العالم. شفت الراجل اتاثر بالكوره ازاي، ان هو وقع في الارض واتعمل مش عارف ازاي. ولا لف كده، لفه. المهنه صعبه يا كابتن، مهنه الكوره. ايوه طبعا المهنه صعبه. طيب اخيرا يا كابتن حسام، يعني اللي اتقدموا مرتين النهارده، وزيزو اللي رجع تعديل تسديده جامده وفي كده من بره المنطقه وجت في القايم.
عشان كده ثبت السيد عبد العال اللي ظبط له الامور مع محمد اسامه في نص الملعب الدفاعي. وادي كرة خطيرة جدا، عمرو حسام داخل منطقة الجزاء. بتعمل ايه يا عمرو؟ بتعمل ايه يا حسام؟ في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة يا عمرو يا حسام. بيعمل حاجة مش في الكورة. ادي اللعبة اللي فاتت اللي حط نفسه فيها في الورطة الكروية عمرو حسام، اللي بيتضايق منها حسام حسن وبيتكلم عليها. طبعا لحد اللعبة اللي لحد كده مفيش حاجة فيها كلام، يعني اشتراك عادي. هنا بقى الزقة دي بقى اللي هيقول لنا عليها بقى كابتن احمد الشناوي، هل هو التحام طبيعي ولا احتكاك فيه قوة وخشونة؟ احمد كابوريا على طول، انما سهله الحاجات دي في ايد احمد الشناوي. لا يا شناوي، لا يا شناوي، واقف قدامه صحيح احمد ايمن منصور، انما حاطط ايده معاه. لازم ادي اللعبه تاني اهو. بص 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 ايده اهي جايباه. دي في اوروبا يا كباتن بتتحسب. ما يصحش ابدا 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 اي حارس مرمى كبير زيك يا شناوي كده بخبرتك الدوليه انت بتلعب في نادي الزمالك. على حسب القائمه اللي بتتحط لكل نادي، في جماهير من بورسعيد بيعيطوا بالدموع من كل ماتش يحصل نفس الموقف من الحكم، كل ماتش يحصل نفس الموقف، نفس القضيه. ده بشجاعه ونجحت بشكل كبير جدا. مش شايف ان ده يعمل احباط لفريق وصل لمنطقه ما كان يحلم بيها المركز الثالث؟ لكن كواكو قافل زوايا المرور وزوايا التمرير كمان على سعيد مراد. رمي التماس، سيد عبد العال يلعبها عرضيه، يطلع على طول هنا اللاعب مهدي سليمان ويكمل المنوفي عند باولو وبره الملعب الى رمي التماس واحمد ياسر وواقع كمان مهدي سليمان. ان شاء الله يكونوا مفيش مشكله. طبعا كابتن سمير عثمان بيشير بالجهاز الطبي والعلاج الطبيعي في كلا الفريقين. الحقيقه ياسر وقع من اعلى نقطه الحقيقه وارتقى، وكان ارتقاؤه قوي جدا. ومهدي سليمان الحقيقه كان طالع في توقيت مناسب، ولكن يعني الاثنين ان شاء الله يعني ما يبقاش في مشكله بالنسبه للمشاركه تاني وعوده المشاركه في مباراه النهارده. اقول لحضراتكم البدلاء بدلاء الفريقين. حصلها اسامه العزب يا ولد يا لعيب، ياخدها اللي جه في الجبهه الشمال اهو. قلت لحضراتكم مكان احمد منصور يستلم ويلف تاني رؤوف ويخرج بره منطقه الجزاء. انسحاب تكتيكي للعيبه الحدود على حدود ال 18، يلعبها سيد عبد العال في منتهى الخطوره، لسه موجوده، انما اشتراك واشتباك جوه ال 18 بفاول يد طارق مجدي على احمد كابوريا. دخل كويس كابوريا، وادي رؤوف بيتكلم مع زمايله هيتحركوا ازاي من قدام ال 18، وكان مقرب كويس قوي احمد جمعه، انما سقطوها في اتجاه كابوريا اللي كان مستني واشترك معاه سيد جاد وخد منه الفاول. طلع اول مره علي الفيل وجاي